والطريقة التي تم بها تقديم. لو أمكن للأخ العمري أن يقدم لنا هذه الصور الجميلة للجماهير الودادية والرجاوية وهي تحتفي بهذا الديربي الذي يصادف ذكرى المسيرة الخضراء. أكيد أن هذه الصور الجميلة هي ما نتمنى أن نشاهده، ما نتمنى أن يعطي الصورة عن هذا الديربي الذي كان في مرتبة متقدمة لكن تراجع نظرا للحضور الجماهيري الذي كان قليلا خلال المقابلة السابقة التي جمعت الرجاء والوداد في ظرفية خاصة. لكن الآن أكيد أن كل فريق، لا الجماهير الودادية لا الجماهير الرجاوية، استجابت وكان الحضور كبيرا. وأكيد أن هذه الصورة الجميلة تعطي صورة جميلة أيضا عن كرتنا وعن المبتغى الذي نريده لبطولة احترافية تكون في المستوى على مستوى الكأس العرش كما على مستوى البطولة بغض النظر عن النتيجة، لأنه كما نشير دائما وكما تكون تصريحات دائما هناك انتصار وهناك هزيمة وأيضا هناك مستوى وهذا ما نطلبه. إذا أكيد أن هذه الصور الجميلة هي التي تزيد في الرغبة في لدى كل مشاهدينا الكرام الذين يتمنون لو كانوا حاضرين لهذا الدربي هنا بالمركب. لكن الأكيد أن التذاكر نفذت حين 45,000 تذكرة أعدتها الجامعة الملكية لكرة القدم، لكن أيضا أظن أن العدد يفوق هذا الرقم بكثير، لأنه الجماهير كما ذكرت منذ الصباح الباكر. وأكيد أشير أنه هذا بناء على الحضور هنا بموقع محمد الخامس أن المدرجات كانت شبه مملوءة، خصوصا المغطاة كانت مملوءة ابتداء من الساعة 11 عندما وصلنا هنا كانت مملوءة، وكانت هناك صعوبة في ولوج هذا الميدان رغم الإجراءات التي اتخذت، رغم كل التنظيم يحتمر هذا العرس الرياضي في أحسن الظروف. علي الجماهير بطبيعة الحال جاءت لمتابعة مقابلة في المستوى ونتمنى أن تكون كذلك. كيبقى انه الديربي ما كيعترفش دائما بالقوه ديال الرجاء او بقوه الوداد.